يسعد مساكم واهلا ومرحبا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامج من سيربح الفدان. ضيف الحلقه اليوم المزارع حاتم الحاتم ابو حاتم. بدي أعرفكم أكثر عن الفلاح حاتم الحاتم أبو حاتم. هو من قرية ميت يزيد مركز السلطة محافظة الغربية. يملك 12 إيراد برتقال و6 باير ونص إيراد مباني، ولديها أيضا زريبة يوجد بها 2 رأس من الجاموس و2 رأس من الماعز وديك رومي ودكرين بط وفرخة شمار. مستر حاتم اليوم بهالحلقة في 10 أسئلة إلك، إن جاوبت عليهم راح تفوز معنا بالفدان. ونكتسر هالكلام ونبدأ الحلقة الجديدة من برنامج من سيربح الفدان. السؤال الأول بنص إيراد: من هو الرئيس المصري الذي أنشأ الإصلاح الزراعي في مصر؟ 1. الرئيس هشام عبد الناصر. 2. الرئيس غزال عبد الناصر. 3. الرئيس فؤاد عبد الناصر. 4. الرئيس جمال عبد الناصر. الإجابة رقم 4 الرئيس جمال عبد الناصر. جواب نهائي؟ جواب نهائي. جواب صح، صار معك نص إيراد. السؤال الثاني بإيراد ونصف: أي من المحاصيل الآتية يعد من الخضروات؟ رقم 1 مانجا عويسي. رقم 2 التفاح الأمريكاني. رقم 3 بلح زغلول. رقم 4 لوبيا. إجابة رقم 4 لوبيا. جواب نهائي؟ جواب نهائي. جواب صح، صار معك 2 إيراد. السؤال الثالث ب2 إيراد: ما هي أكبر قرية في مصر يوجد بها حلج محصول الكتان؟ رقم 1 شبرا النملة. رقم 2 شبرا اليمن. رقم 3 شبرا بابل. رقم 4 شبرا ملي. الإجابة رقم 4 شبرا ملي. جواب نهائي؟ جواب نهائي. جواب صح، صار معك 4 إيراد. السؤال الرابع ب3 إيراد: ما هي أكبر قرية في مصر إنتاجا لعسل النحل؟ 1 محلة روح. 2 قطور. 3 سجين الكم. 4 شبشير الحس. الإجابة رقم 4 شبشي. جواب نهائي؟ جواب نهائي. جواب صح، صار معك 7 إيراد. السؤال الخامس ب5 إيراد: ما هو النبات الذي يصنع منه السكر؟ 1 خشب السكر. 2 نجف السكر. 3 دكر السكر. 4 قصب السكر. للأسف مش عارف إجابة السؤال. بدك تستخدم استعانة بصديق أو بالجمهور؟ تمام، نستخدم الوسيلة الاستعانة بالجمهور. جمهور حضروا حالكم للإجابة عن السؤال. أنا همشي مع رأي الجمهور واختار الإجابة رقم 4 قصب السكر. جواب نهائي؟ جواب نهائي. وعموما بنعتذر منك وجوابك صح، صار معك نص فدان. الله أكبر الله أكبر، يحيى العدل يحيى العدل. السؤال السادس ب8 إيراد: ما هي القناطر التي تقوم بري أراضي وسط الدلتا؟ 1 القناطر السعدية. 2 القناطر الفوزية. 3 القناطر البدرية. 4 القناطر الخيرية. للأسف السؤال صعب. أمامك خيارين: لا تجاوب على السؤال لا تنسحب وتفوز معنا بالنص فدان. أنا بضطر أنسحب لأني مش متأكد من الإجابة. بتنسحب؟ أيوة بنسحب. قرار نهائي؟ قرار نهائي. ألف مبروك، الفلاح حاتم الحاتم أبو حاتم فاز معنا بنص فدان. وبكده انتهت حلقتنا، ونلقاكم بحلقة جديدة من برنامج من سيربح الفدان.